تبيع كرامتك بكام؟ انت بتقول ايه يا عم الحاج؟ انا كرامتي ما تتقدرش بمال. بس ما تتحملش قوي كده. انت بتعمل عادات تمسح كرامتك باستيكه من غير ما تقصد. هقول لك النهارده على 5 حاجات منهم. ومش بس كده، ده زي ما اتعودنا مع بعض هقول لك الدليل على كلامي بالعلم والابحاث. لا وكمان هديك حلول بديله عشان نجبس اللي اتكسر ونصلح اللي اتشرخ وندهن اللي اتمزق من كرامتك. بس الاول، اهلا بيك. فخد نفس مع الدك. خد نفس عميق وتعالى لي. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. يا سلام على الشاعر الراحل أمل دنقل وكلامه. لأن في حاجات لا تقدر بالمال، ومن أهم الحاجات دي الكرامة. فتعالوا ندخل في موضوع الحلقة على طول ونبدأ بالعادة الأولى. الدنيا ماشية بظهرها وعدت عليا. أيوه، زي ما سمعت كده. دي العادة الأولى، إنك تكون مصاص دماء عاطفي، انرجي فامباير. كل ما حد يسألك عامل إيه تفتح حنفية النكد. أنا تعبان، أنا محسود، الدنيا صعبة والقهوة مرة، وكل ما أغلي اللبن يفور مني، الكوكب كله ضدي. الشكوى المستمرة. بنعمل حاجة في المخ اسمها المرونة العصبية، نيرو بلاستيسيتي. القاعدة بتقول الخلايا العصبية اللي بتشتغل مع بعض بترتبط ببعض. كتر الشكوى بيعيد برمجة مخك إنه يشوف السلبيات بس، وتدخل في حالة اسمها العجز المتعلم، learned helplessness. يعني أنت مش مولود عاجز، أنت بتتعلم العجز لحد ما يبقى عادة في حياتك بالفعل. ما تبقيش من النوع اما تتصلي على صاحبتك تخليها تفكر 1000 مرة قبل ما تقول لك عامله ايه، لانها عارفه ان في خزان احزان هيضرب في وشها مجرد ما تقول السؤال دوت. وانت يا معلم، جه الوقت انك تتعلم ان الشكوى لغير الله مذله. كل واحد فيه اللي مكفيه. اما انا اقعد اشتكي لك وانت تشتكي لي وانا وانت نروح نشتكي يا ويس، يبقى اخر القعده هنقوم ندب في بعض، مش هنسلم على بعض ونمشي. الناس بطبيعتها بتنفر من الشخص الضعيف الشكاي، وبيبطلوا يحترموه وبيهربوا منه لانهم بيشوفوه عبء. طب ايه الحل؟ الحل بطل تدور على الطبطبه ودور على الحلول. حول سؤال ليه بيحصل فيا كده لايه اللي اقدر اعمله دلوقتي. الشكوى بتجيب شفقه مش احترام، اما الانجاز هو اللي بيجيب احترام للناس. وبعدين قرب اما اقول لك حاجه، انا مش بقول لك اكتم جواك لما تفرقع، لا. انت تختار 1 أو 2 بالكتير، حد يكون بيحبك بجد، صاحب بقى، زوج، اخ، حد تقدر تفضفض معاه وقت ما يفيض ما بيك. وقت ما يفيض ما بيك. ونخش على العاده اللي بعدها، العاده التانيه اللي بتخليك تفقد كرامتك وكمان تفقد احترام الناس ليك، هي الوعود الفاضيه. لما توعد لازم تبقى قده، او ما توعدش. حتى لو هتوعد ابنك، خصوصا لو هتوعد ابنك. اتعلمنا في علم النفس الاجتماعي ان الثقه بتتبني على حاجه اسمها العقد الاجتماعي، سوشيال كونتراكت. كل مره بتخلف وعدك انت بتبعت رساله لعقل اللي قدامك بتقول له انا شخص لا يعتمد عليه، انا عيل. وتدريجيا الناس هتبطل تعمل لك اي حساب. ده غير حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي كلنا عارفينه، ايه المنافق 3: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. والمفارقه هنا، عارف لو انت وعدت وكنت ناوي توفي بوعدك بس كسلت وقت الوفاء، يبقى انطبق عليك صفه من صفات المنافقين اللي هي اذا وعد اخلف. اما لو وعدت وانت في صميم نفسك من جوه ان ده وعد فض مجالس، يبقى فيك صفتين من صفات المنافقين: اخلفت بالوعد وكذبت اما كنت وعدت في الاول. الحل ايه؟ استراتيجيه اوعد باقل وقدم اكتر. مش هتقدر تعمل الحاجه، قول ربنا يسهل، ان شاء الله هحاول. قول لا بوضوح يا اخي. اللا القاطعه بتحفظ الكرامه اكتر بكتير من النعم الكذابه. ممكن ازعل منك وقتها، بس هحترمك الى الابد، لانك راجل مربوط من لسانك، ولو وعدت وعد هتنفذه ولو على جثتك. العاده الثالثه، ودي اللي هتخليني انا شخصيا ازعل منك جدا، انك تكون وصلت لحد هنا وما عملتش لايك للفيديو، ولا حتى قلت لي في التعليقات تسلم ايدك يا دكتور. يا جماعه انا مستمر بدعمكم، ودعمكم ده بشوفه في التفاعلات، لايك شير كومنت وهكذا. نروح للعاده الثالثه بجد، انك تكون فاكر نفسك شبح رجوله وبتقلل من الناس عشان تبان روش، تتريق على زميلك، تزعل الويتر في المطعم، او تهين حد اضعف منك. اللي عايز الناس تحترم كرامته يحترم كرامه الناس، لانك لو هنت حد هيبقى في طريق من 2 ملهمش تالت. اما هيرد عليك الاهانه، زي مثلا ايه يا ابني اللبس اللي انت لابسه دوت، جايبه من الوكاله ده صح؟ فهو هيرد عليك ويقول لك لا يا خفيف، جايبه من عند الست الوالده. وطبعا هو مش هيقول الست الوالده، انتوا عارفين هو هيقولها ازاي. الطريق التاني انه يطلع اكرم منك وما يردش عليك، بس هيزعل، وهتضطر عشان خاطر تصالحه انك تروح وتعتذر له، وانت كنت في غنى عن الاعتذار دوت من الاساس لو مسكت لسانك واحترمت كرامتك من الاول.
في علم النفس ده بيتفسر بميكانيزم الدفاع اللي اسمه الاسقاط، بروجيكشن. انت بتهين غيرك عشان تداري على نقص جواك، بس اللي بيحصل انك بتستفز الخلايا العصبيه المرئتيه، ميرور نيورونز، عند الناس، فبيبداوا يعاملوك بنفس العدائيه والاستخفاف. اهانتك لكرامه غيرك هي تصريح مفتوح ليهم انهم يمسحوا بكرامتك الارض. طب ايه الحال؟ احترم تحترم. القاعده الذهبيه: عامل الناس بالشكل اللي تحب انهم يعاملوك بيه، وكل الاديان السماويه بتحثنا بده. العاده الرابعه: بطل دور المفتش كرومبو. العاده الرابعه دي بقى اللي بتجيب اهانه مباشره زي الطلقه، انك تحشر مناخيرك في اللي مالكش فيه. طب تقبض كام؟ يا مراتك زعلانه ليه؟ هو انت ما اتجوزتيش لحد دلوقتي ليه؟ المخ البشري متبرمج على الفضول، ده حقيقي، بس لما بتتدخل في مساحه حد الشخصيه انت بتعمل استثاره لمنطقه في مخه اسمها اللوزه الدماغيه، اميجدالا، ودي المسؤوله عن استشعار الخطر. الشخص اللي قدامك بيحس انك بتهدد مساحته، فبيتحول لوضع الهجوم، وهيرد عليك رد هيخليك عايز الارض تتشق وتبلعك. اقل حاجه هيقول لك انت مال اهلك. طب الحل: خليك تقيل، ركز في الدايره بتاعتك، لوكاس اوف كنترول. الفضول مهم، بس لو ما توجهش صح هيخليك ارخص شخص في القعده. العاده الخامسه والاخيره معانا، ودي عاده كارثيه: حد يرمي لك كلمه زي السم، يقول لك يا عم بهزر معاك، انت ما بتهزرش يا رمضان، فتقوم انت تضحك عشان ما تبانش انك قفوش. جهازك العصبي هنا بيعمل حركه خبيثه اسمها الخضوع. مخك بيحس بتهديد، وبدل ما يواجه او يهرب، فايت اور فلايت، بيقرر يخضع ويسترضي المعتدي عشان يتجنب المشكله. بس خلي بالك، كل ضحكه بتضحكها على اهانه بتبني مسار عصبي في مخ اللي قدامك ان الشخص ده مباح، دوس كمان. طب الحل: استخدم سلاح الصمت المحرج. اول ما تسمع اهانه بهزار ما تضحكش، بص في عينه 3 ثواني وقول له ببرود وثقه: ظريف انت كده، المفروض اضحك انا بقى. او مثلا: انت تقصد ايه بالكلمه دي؟ الثواني دي كفيله تخليه يعرق ويفهم ان حدودك خط احمر. بس خد اقول لك على حاجه: ما تبقاش قفوش بجد، خلي في مساحه للهزار، طالما بدون اهانه. مش كل كلمه تاخدها على صدرك وتعمل دراما. الخلاصه: الكرامه يا صاحبي مش منحه الناس بتديها لك، الكرامه دي خط انت اللي بترسمه والناس بتمشي عليه. مخك طول الوقت بيبعت اشارات للي حواليك عن قيمتك. لو انت نفسك مش محترم كلمتك ومش محترم حدود غيرك وراضي بالاهانه، ما تزعلش لما تلاقي الدنيا كلها بتعاملك على انك ملطشه. ابدأ بنفسك، احترمها عشان تفرض احترامك على الكوكب كله. ولو وصلت لحد هنا، احفظ كرامة القناة واعمل لايك للفيديو، ويا سلام لو تشيره، ويا عيني يا عيني لو تشترك في القناة لو انت مش مشترك. ما هو مش طبيعي بعد تعبي ده كله وعمال اعمل محتوى مفيد يليق بيكم الفيديو ياخد 100 مشاهدة في الاخر. بحس بفقدان شغف والله. على فكرة، العادات اللي قلتها دي مش كل حاجة ممكن تخليك تقلل من كرامتك قدام الناس. في حاجات تانية كتير ومعظمنا بيعملها من غير ما ياخد باله. لو لقيت تفاعلات حلوه على الفيديو باذن الله نعمل جزء تاني ليه، واشوفكم باذن الله الحلقه الجايه. وسلام.